تجيب تليفون ايفون او اي تليفون احدث شيء. اول حاجه يروح يركب له سكرينه، ويروح يركب له ظهر، ويروح يجيب له ماسكه شكلها جميل كده. يقول لك بقول له ليه كده بقى؟ يقول لك لا اصل غالي. غالي يا عم، ولو وقع غالي، لو وقع هنلبس. ده معدل 70 الف جنيه. التليفون تروح تجيب له سكرين، تروح تجيب له جراب. والمدام ايه اخبارها طيب؟ مم. يعني ماشيه معاك كده بشعرها كده وبنطلون ما شاء الله، يعني كانه مش لابس حاجه، والدنيا طراوه وحلو. ايه الدنيا؟ لا، دي نقره ودي نقره. بتتكلم في ايه؟ الجمال لازم الناس تتفرج عليها. تتفرج على مين؟ تتفرج يعني. هو الجمال ده حد يخبيه؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ انت عارف انت بتقول ايه يا ابني؟ يعني انت حته تليفون جايبه محافظ عليه، خايف عليه، ولو قعدت في مطعم عينك عليه، ولو راكب اتوبيس شقه، ودي اللي هي عرضك ودنيتك. عادي عادي. سيبك من مراته، هي نفسها البنت. طب يا بنتي، انت ما انت ماسكه ومحافظه على البتاع وحاطاه جوه شنطه وثبتي فيها وايه؟ ايه؟ المفاهيم بيتغلط ليه؟ ليه مينا كده؟ يعني مش عارف الصراحة. ما تروح مطعم، لما تروح محل حلويات مثلا من الحاجات الفخمة، هتلاقي الحلويات محطوطة جوه فاترينا، ومحطوطة جوه حاجة ومتغلفة. ايه ده؟ اصل الشوكولاتة دي خلي بالك، القطعة الواحدة فيها مش عارف بكام دولار، متغلفة تغليفة ايه؟ التانية المعفنة بتتباع في سوق التلات جنبنا هنا بالطن على الرصيف والدبان والدنيا. دي رخيصة. طيب اصل دي رخيصة على الرصيف، لكن التانية دي ايه؟ سلفان جاية من بره. اي حاجة سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى منزلها لنا لازم تلاقيها في اكمل وجه. انت ربنا جعلك جمالك وحلاوتك في الستر، في الحجاب، في الخمار. سيبكم من موضوع الخمار ابن الجزمه اللي بيلبسوه ده، والطرحه اللي ملبوسه على البنطلون الجينز. انا مش عارف مين اللي اخترعها، او لابسه طرحه ونص شعرها طالع بره. ده لو ما كانش كل. وخلي بالك بقى، خلي بالك الموضه اللي طالعه، الموضه اللي طالعه لابسه الحجاب وحاطه ميك اب فل يعني. واخد بالك، وشين دوكو، وشين صنفره، وثلاث وشاش معجون فل، ولابسه بنطلون واللي ذاته غطى الفساتين اللي بيلبسوها في الافراح عشان نفرح. تلاقي الفستان لا مؤاخذه هي لابساه بصابونه. عارف احنا عندنا هنا قطعه غيار لما بتبقى ضيقه بنبقى نفضل نعمل عشان نشحطها. هم لابسين البتاع شحطينه شحط. وكل ده والذكر اللي هو اسمه الراجل مش عارف راح فين. يعني لو مش زوج، طب اخ، طب اب. ما هو كل بيت لازم يبقى فيه ذكر، بس مش كل واحد يتقال عليه ذكر، مش كل واحد يتقال عليه راجل. لا لا، انت غلبان، انت غلبان قوي. كلمة الراجل، الراجل ده يعني ايه؟ عارف انت يعني العيل لما بيتولد طفل كده بيقولوا جالك ولد، يعني جالك راجل وبتاع. لكن ازاي تبقى المفهوم اللي انت راجل؟ اللي انت بتغير على اهل بيتك، تغير على بنتك، تغير على اختك، تغير على مراتك اللي هي ملزومه منك. يا تغف، يا تغف. اصحوا بقى، اصحوا. وانتوا سيبك من الزوج بقى، انا هنا ما بكلمش الزوج. خلاص الزوج هنا خلاص، انا رميت طوبته، رميت طوبته. هو مشغول في اكل عيشه وملوش دعوه، الدنيا تولع وتتهبب بستين نيل. بس انت طول ما انت ماشيه الناس عماله تاخد في ذنوب. يعني كل واحد بيبص لك، انت بتاخدي ذنبه. بص، طول ما انت ماشيه عماله تحملي. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاسراء والمعراج، قال لك اكثر اهل النار من النساء. النساء زعلت. طب ما تشوف، ما تشوفوا اللي احنا بنشوفه ده صح ولا غلط؟ ما تشوفوا الشوارع، شوفوا البنات، ربنا يسترها على اولادنا واولادكم. طول ما انت ماشيه ما انت بتاخدي في ذنوب، عماله تحملها في عربيه نقل. يعني هو خد ذنبك، هو واحد بص كده، اوعى يا الصاروخ، اوعى يا الكبوت، اوعى يا ايه يا ده كده. طول ما انت ماشيه بقى تحملي بقى، تشيلي. ربنا يهديكم ويجعل الستر يا رب تحبوه زي ما انتوا بتحبوا البهرجه. اهم حاجه البهرجه. طبعا الفل.